الله تكونوا بخير. هبتدي النهاردة أولى حلقات سلسلة العناية بالبشرة. لو انت أول مرة تتابعيني، أنا جيسي، مهتمة بالبشرة وبالشعر وميك اب ارتست، وهكلمك النهاردة على موضوع مهم جدا. أظن مفيش حاجة أهم من بشرتنا نعتني بيها. البشرة كل ما هتديها كل ما هتلاقيها فريش وناعمة وما فيهاش حبوب وما فيهاش دهون ونضيفة وهتباني أصغر في السن. كل ما أهملتي في بشرتك متزعليش مني، هيطلع لك تجاعيد. التجاعيد لما بتطلع يا جماعة مش من السهل إن هي تروح، خلاص مش بتروح يا جماعة. في بقى حاجات تانية هتكلفك جدا، وهتضطري تدفعي فلوس كتير علشان تزيلي التجاعيد دي. طيب ليه انا مهتمش ببشرتي من وانا صغيرة جدا؟ دلوقتي البنات ما شاء الله بقوا اوير وبقى عندهم يعني وعي من صغرهم. مش هقولك 20 ده متأخر جدا. من اول ما انت عندك من اول فترة المراهقة تبتدي تعتني ببشرتك، ودي بصراحة فترة مناسبة جدا، لان كمان هيطلع لك حبوب، هيطلع لك بثور. ده شيء طبيعي جدا في فترة المراهقة. ممكن اصلا بشرتك تكون دهنية ومن النوع اللي بتعمل الكلام ده، فبدل ما يزيد والموضوع تفضلي بقى تدفعي فلوس كتير ودكاترة والدنيا دي، احنا نقدر يعني باهتمامنا بس وبمحافظتنا على البشرة ان هي تبقى صحية وكويسة وبدون ما نصرف فلوس كتير. طيب النهاردة هبتدي أول حلقاتي عن سلسلة العناية بالبشرة. أولا بشرتي، كتير من المشاكل بتبقى بسبب ان البنات مش عارفة نوع بشرتها وبيستخدموا منتجات غير صالحة لبشرتهم، عشان كده بيطلع لهم حبوب وبيطلع لهم بثور، والبشرة مش بتبقى جاية على المنتجات اللي هما بيستخدموها. طيب ازاي اعرف نوع بشرتي؟ انا هقولك النهاردة وهعرفك. احنا عندنا 4 انواع من البشرة. عندنا البشرة العادية، عندنا البشرة الجافة، عندنا البشرة المختلطة، وعندنا البشرة الدهنية. وعلى فكرة البشرة المختلطة برضو في منها نوعين، في مختلط على عادي وفي مختلط جاف. اعرف منين ان بشرتي عادية؟ لو بشرتي مش بتلمع، معلهاش دهون، مش جافة، دي تبقى بشرة عادية. طيب اعرف منين ان بشرتي جافة؟ هتلاقيها على طول فيها قشور، وعلى طول جافة، وعلى طول خشنة، وعلى طول محتاجة مرطبات كتير. اعرف منين ان بشرتي دهنية؟ دي بقى سهلة قوي، هتلاقيها على طول فيها دهون وبتلمع، وهتلاقيها ممكن كمان يكون فيها حبوب وبثور ومسام واسعة. رابع نوع اللي هي البشرة المختلطة. يعني ايه مختلطة؟ يعني نوعين، يا إما دهنية مع جافة، يا إما دهنية مع عادية. وبرضو انتي بتعرفيها التي زون، اللي هي منطقة الجبهة مع الأنف مع الدقن، هي دي اللي بتبقى دهنية، وبقية البشرة هي اللي بتبقى عادية أو جافة. وبرضو البشرة بقى المختلطة، كل نوع من أنواع البشرة اللي أنا ذكرتهم دلوقتي بيبقى فيه مستحضرات مخصصة ليها. يعني ما اروحش اجيب منتج انا بشرتي دهنية واروح اجيب منتج للبشرة الجافة، مش هينفع، هيبقى الترطيب فيه عالي ومش هيبقى مناسب لنوع بشرتي. ده انا عايزة اتخلص من الدهون اللي في بشرتي. ما يعني لازم يا جماعة هي زيارة واحدة بس مرة للدكتورة تعرفك نوع بشرتك وتكتب لك على غسول وتونر وكريمات مناسبة، وبعد كده خلاص انت عرفتي نوع بشرتك. حتى لو انت عايزة تغيري المنتجات اللي بتستخدميها هتبقى سهلة ان انت تغيري من نفسك، مش لازم تزوري الدكتور، بس خلاص انت عرفتي نوع بشرتك ايه. تمام. طيب النهاردة أول خطوة من خطوات العناية بالبشرة هتكلم على الغسول والتونر. خلاص دلوقتي احنا اتكلمنا على نوع البشرة وان انا لازم اعرف نوع بشرتي. ادي اهو غسول بايوديرما، انا بشرتي مركبة، ده مناسب لبشرتي علشان الدهون مش بيخلي البشرة جافة. ده طبعا غسول طبي وغسول مستورد ومعروف جدا بايوديرما. مش لازم طبعا ان انت تستخدمي النوع ده، في انواع كتير، وبرضو في شركات مصر كتير دلوقتي طلعت حاجات جميلة جدا. اهو جنبه التونر، ده مصري على فكرة، اهو اسمه كليو،
بس الاسم هو الاسم باين، ده اسمه كليو، ده تونر كليو. مش لازم الغسول والتونر يبقوا نفس اللاين، بس الافضل ان هما يبقوا نفس اللاين، بس طالما ان هما المنتجين يعني كويسين معاكي وعلى نوع بشرتك مفيش مشكلة. يعني مش لازم ان الغسول والتونر والسيرم والكريمات يبقوا نفس اللاين، لا عادي ممكن يبقوا مختلفين بس مناسبين لنوع بشرتك. طيب انا بغسل الاول وشي بالغسول صبح وليل ومش اكتر من كده عشان ما يزودش افراز الدهون. بغسله ازاي؟ عادي ببل وشي، باخد بامب واحدة من الغسول علشان ما تهدريش. معلش الحاجة دلوقتي غالية وبشرتك مش هتستفاد بيها. اوكي، بترغي على ايدك، اما بتلاقيه عمل رغوة كويسة بتروحي حطاها على بشرتك وتسيبيها من نص دقيقة لدقيقة، واتفرجي بشرتك هتبقى نضيفة ازاي. طبعا كتير مننا كنا بنغسل وشنا غلط في البداية، يا دوب نحط الغسول ونروح غسلينه بالمية. طب الغسول ما قعدش على بشرتي وما عملش اي حاجة من مفعوله، ما لحقش يقعد ثانية على بشرتي. تيجي تحطي ايدك على بشرتك تلاقي بشرتك لو هي دهنية او مركبة لسه فيها دهون او ما نضفتش. ايوه عشان احنا بنستخدمه غلط. طيب خلصت الدقيقة وشطفت وشي ولقيت وشي بيزيق، بستخدم بقى التونر. ليه بستخدم التونر؟ التونر ده زي مرطب او بيقفل المسام وبيظبط البي اتش بتاع البشرة. اما غسلنا بشرتنا البي اتش بتاع بشرتنا اتغير، احنا بنظبطه بالتونر. التونر حاجة جميلة على فكرة وبينظف البشرة وبصوا التونر ده بتاع كليو على فكرة عجبني جدا، عجبني جدا جدا، ومفهوش بارابين والكحول فري اهو. ريديوس بلاك هيدز، بيقلل البلاك هيدز ده مناسب لبشرتي. بيوريفايز، بينقي البشرة. التونر ده حلو عجبني بصراحة. انا كده خلصت النهاردة اول سلسلة من سلسلة العناية بالبشرة. استنوني في باقي السلسلة ان شاء الله. هنتكلم على السيرم وهنتكلم على السكرابات وهنتكلم على الكريمات وطريقة استخدام كل منتج على حدة. لو عجبك الفيديو دوسي على لايك واستنيني في فيديوهات تانية كتير بإذن الله، وسلام عليكم.